بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، زي ما وعدتكم ان احنا من الساحل هننزل فيديوهات كتير. النهاردة زي ما انتوا شايفين صحينا من النوم على المنظر الجميل دوت. الفيديو بتاعنا دوت احنا النهاردة هنصور بقى ازاي ان احنا الشط وشكل الشط. بس اول حاجة قبل ما نبتدي، هنا دلوقتي دوت المنظر اللي هو موجود عندنا في الشاليه او في الشقة اللي احنا واخدينها. زي ما انتوا شايفين الدور الاولاني كله بيكون الخروج منه عن طريق الزرع اللي انتوا شايفينه دوت، زي نظام الشاليهات كده، يطلعوا على البول على طول او ليهم بوابة من الناحية التانية. وبالنسبة بقى للادوار التاني والتالت والرابع بيبقى المكان اللي احنا عدينا منه دوت وبنخش على البول على طول. كل بيت او مكان له الممر بتاعه اللي بيعدوا منه، بحيث ان كل البيوت بتبقى بص على البول. وطبعا جنبنا برضو وحدات تانية بتبص على بول تاني وكده هكذا المكان. زي ما انتوا شايفين المنظر الرائع دوت، انا حبيت اصوره. هما على ما كانوا بيجهزوا فاحنا صورنا المنظر الجميل دوت. وبعد كده زي ما انتوا شايفين بقى احنا رايحين للشاطئ دلوقتي. زي ما انا قلت لكم احنا في مارسيليا بيتش فور دوت الشكل بتاعه واحنا داخلين الشاطئ. احنا كنا رايحين بدري جدا بالنهار، طبعا ما كناش نعرف ان الشاطئ بدايته من الساعة 10، على بحيث ان بيبقى موجود المنقذ على الشاطئ، مش اي حد ممكن ينزل. بس احنا حبينا ان احنا نروح قبل ما الدنيا تبقى شمس. المهم المنظر زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، ده المكان روعة روعة روعة. بيبقى كافيهات ومنورين الدنيا كلها. احنا دلوقتي كل اللي ماشيينه دوت بحيث ان احنا نوصل للشاطئ. شايفين الديكورات والحاجات الموجودة والبول اللي بيقابلنا، وهنفضل ماشيين كل المسافة ديت. انا حبيت ان انا اصور لكم كل حاجة معانا. وطبعا الصورة معلش بتتهز كتير لان احنا مجارين الفيديو دوت كتير قوي، بحيث ان انا لو كنت سبته كان هيوصل ممكن لساعة ولا حاجة، فاحنا مجريينه فهتلاقوا الصورة بتتهز كتير. المنظر جميل. ما طبعا انا مصوره ما فيش حد كان جه نهائي. الشط بيبتدي ان هو يتملى من بعد الساعه 10 زي ما احنا قلنا. زي ما انتوا شايفين بقى المكان ده كله موجود جوه القريه. الشاطئ من الشاطئ للمكان اللي احنا ساكنين فيه بياخد حوالي 10 دقايق بالعربيه. احنا برضو هنيجي بالليل وهنصور فيه بالليل، وهتشوفوا الشكل عامل ازاي، والناس بقى والكافيهات والانوار والشاشات الكبيرة والتجمعات، بيبقى حاجة تانية خالص. وطبعا برضو بالنهار بعد ما بيبقى الناس جت والتجمع، بس احنا ما قعدناش فيه كتير، يعني بحيث ان احنا ما بنحبش بصراحة نكون على الشاطئ في عز الظهر او الشمس حامية جدا. فاحنا بنحب نروح بدري ونخلص بدري يعني. زي ما انتوا شايفين كل الشاطئ موجود فيه الاشكال دوت. على فكرة هو كبير جدا، يعني مساحته كبيرة وطول ما انتوا ماشيين بقى شوفوا نفس الاشكال ديت، والشجر والاماكن اللي هي بتاعت الاعداد ديت، وديت الملاهي. الملاهي دي بتبقى بالليل شغالة بقى، وانوار واطفال كتير، والكافيهات اللي شغالة والناس والصب. بصراحة يعني بتبقى المنظر روعة كمان اكتر بالليل. دلوقتي بقى احنا كده كل دوت ماشيين لسه موصلناش للشاطئ. يعني انا كل في الخضرة والكافيهات ديت وكل الكلام ده كله لسه طبعا كنا بدري فما كانش يشتغل خالص. هنمشي مع بعض دلوقتي وهنروح الشاطئ. الشاطئ دوت طبعا تبع القرية، مش بيندفع له اي فلوس خالص. في شواطئ بتبقى للملاك، شواطئ بتبقى للمستأجرين. احنا طبعا دخلنا من بتاع الملاك، وبرضو ممكن نخش للمستأجرين. بص المكان كله يعني بصراحة بيبقى يعني مفهوش اي مصاريف. المصاريف بعد كده بقى بالليل لما بتقعد اي مكان بقى طبعا بتطلب مشروب، بتطلب اي حاجة هنا بتدفع. لكن طول ما انت على الشاطئ قاعد المكان بتاعك، اي قعدات اي حاجة زي ما انت عايز، ما بتدفعش فلوس خالص، بعكس اماكن تانية بتدفع. يعني اخويا كان واخد في بورتو مارينا كانوا بيدفعوا للشاطئ وبيدفعوا لكل حاجة. لكن هنا بصراحة دخول الشاطئ كله تبع القرية. زي ما انتوا شايفين كده احنا ابتدينا بقى ان احنا ندخل للشاطئ. احنا داخلين طبعا المكان اللي كان فيه اللي هو بتاع المية، اللي بعد ما بنطلع من الشط بناخد الدش. المراجيح اللي انتوا شايفينها دي موجودة مالية الشاطئ.
طبعا الولاد حابينها وقعدوا تمرجحوا كتير. والبلورات اللي في الارض دي طول الليل بقى بتبقى منوره، بتدي شكل حلو جدا. والمكان اللي احنا داخلين عليه دوت زي ما قلت لكم اللي هو بتاخد فيه دش بعد ما بتطلع من الميه عشان الرمل وكده. احلى حاجه بقى الميه بتاعته جميله جدا. وزي ما انتوا شايفينه بقى كله اللي هو البافات ديت، مش اللي هو الكراسي بقى اللي احنا متعودين عليها، لا، والشازلونج ده. فبصراحه القعده هناك كانت روعه، والمكان كان جميل، عشان كده انا حبيت اصوره. واللي ساعدني اكتر في التصوير ان ما كانش فيه حد خالص، فصورنا براحتنا بقى. مفيش حد هنصوره، مفيش الكلام ده. فصورنا الشاطئ كله براحتنا. زي ما انتوا شايفين المية بتاعته روعة جدا. ده كان بالنسبة للنهار. طبعا زي ما انا قلت لكم احنا روحنا بدري، فمشينا بدري قبل ما الشمس تبقى حامية. وبعد كده روحنا بقى عملنا الغدا. والولاد طبعا كملوا في البول، ما طلعوش معانا. فضلوا مكملين هناك، هم حبوا ان هم يكملوا في البول، مرضوش ان هم يطلعوا. فاحنا طبعا عملنا الغدا والمنظر الجميل ده. زي ما انتوا شايفين الغدا مع المنظر دوت روعة. عملنا صينية فراخ زي ما انتوا شايفين كده، ورز ومكرونة محمرة وسلطات، واتغدينا وريحنا شوية. وبالليل بقى ده الطريق، رجعنا بقى الشط عشان نستمتع بالليل. احنا كنا بنروح بنقعد هناك للفجر وبعد الفجر، لان في كل الخدمات وكل حاجة احنا محتاجينها. ده الطريق لهناك زي ما انا قلت لكم، الطريق بياخد 10 دقايق للوصول هناك. واحنا كنا قبل كده قلنا لو احنا حابين ان احنا نوفر، ان احنا بنجيب اكلنا وشربنا، نخلي بقى الصرفة ايه واحنا على الكافيتيريا. زي ما انتوا شايفين الطريق كله كده مية من حوالينا وزرع وانوار، بصراحة حاجة روعة. هنوصل الشط بقى مع بعض، احنا كده قربنا عليه، وهنشوف بقى الانوار، وهنشوف الشكل مختلف كتير خالص بالنسبة للنهار عن بالليل. دوت الدخلة اللي احنا كنا مصورينها برضو بالنهار، دي بداية الدخول. هنخش بقى ونشوف الانوار ونشوف الناس. بالليل طبعا كان مليان المكان دوت ناس كتير. هو بيبقى دخول الشط بس، طبعا كل المكان بالليل بتبقى كل المكان متاح ما عدا ان انت توصل للشط. في كتير امن وواقفين في كل جزء، لان هو طبعا في بيتش 1 2 3 4 5. فطول ما انت ماشي هم مفتوحين على بعض. في بس ما بينهم يعني يافطات بس بتبين لك انت داخل على ايه بالظبط. فالمكان مفتوح على بعض كبير. ففي بقى يعني امن في كل حاجة. غير بقى طبعا في بقى مطربين بيجوا يغنوا في حفلات زي ما انتوا شايفين. يعني ممكن اللي انتوا شايفينه ده كان مثلا الساعة 3 بالليل. الناس كتير زي ما هي، ما حدش بنروح بعد الفجر. في فنانين بيجوا بيغنوا. وفي بصراحة طول ما احنا ماشيين شايفين يعني كل مكان مختلف عن اللي جنبه، مختلف في اللي بيقدمه، مختلف في كل حاجة. صراحة كانت رحلة ممتعة واستمتعنا كلنا. هسيبكم بقى معانا تكملوا الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واستنوني لسه فيه كمان. هنعمل مع بعض روتينات وحاجات كتير وهنستمتع مع بعض. يلا بينا نتفرج.